يا شباب، حلقة جديدة من الفيديو النهاردة. يا رب تكونوا بخير. أولا هنبتدي كلامنا بماتش الأهلي والزمالك، ماتش السوبر المصري. بس طبعا قبل ما نبتدي الفيديو، الكلام اللي احنا متعودين ان احنا نقوله في اول الفيديو: اللهم انصر اخواتنا في فلسطين، وادعوا اخواتنا في السودان، وادعوا اخواتنا في سوريا، وادعوا اخواتنا في لبنان. على الموضوع ده هيفرق معاهم جدا. هنتكلم عن ماتش النهارده. اولا حابب اشيد بلاعبين النادي الاهلي. في بعض اللعيبه كانت في مستواها، في لعيبه ما كانتش في مستواها. هنتكلم طبعا عن الشناوي طبعا ما اقدرش اقيمه لان هو ما جالوش كور كتير. الفرص اللي كانت بتيجي على الشناوي كانت ضئيله، يعني اظن ان الشناوي ما جاش عليه فرص كتير عشان اقدر اقيمه. لكن عايز اشيد برامي ربيعه، عايز اشيد بياسر. الماتش ده بالذات ياسر، طبعا كمية الانتقادات اللي كان بيشوفها في ماتش الزمالك كان انتقادات كبيرة جدا وكتيرة جدا، وبصراحة كان فعلا مستواه وحش جدا الماتشين اللي فاتوا اللي هو احنا بدينا بيهم الموسم. وطبعا هشيد بيحيى عطية الله. يحيى عطية الله بسم الله ما شاء الله عليه، الله اكبر. في ماتش امبارح كان ماتش عالمي بالنسبة ليحيى عطية الله. يحيى عطية الله السريع، يحيى عطية الله في الكرات الطويلة ولا حتى الكرات العرضية بتاعته كانت قليلة. طبعا عايز اشيد برضو بمروان عطية. مروان عطية لا خلاف عليه، مازال مروان عطية. مروان عطية بصراحة فرق جدا في ماتش امبارح، فرق جدا مع النادي الاهلي. الحمد لله ان هو كان موجود معانا. عايز اشيد برضو باكرم توفيق. اكرم توفيق على فكرة كان كويس. كان مانع كل الخطورة اللي كان بيشوفها كونراد مشلاك، اللي هو جناح نادي الزمالك. كان بيقطع الكور كتير، بس كان عنده مشكلة ان هو لعب الكورة ناحية الزمالك على 18 الزمالك. كان بيرفع عرضيات كتير جدا وكرات عرضية ملهاش اي 30 لازمة. اكرم انت مستواك احسن من كده، يعني اتمنى ان انت تلتزم بالحته الدفاعيه بس، لكن ما تطلعش بالكره لقدام. ليه؟ لان الحته دي مش حتتك، دي رقم واحد. رقم اتنين، انت ما بتعرفش ترفع كرات عرضيه. العرضيات بتاعتك كلها يعني ما اعتقدش ان في عرضيه منهم جت صح اصلا. انت مش احمد فتحي، ما تعملش زي احمد فتحي. انت ناقصك فيه نواقص عندك حته التسلم والتسليم. انت لو اتمرنت على انك ازاي تستلم الكرة وتسلم، دي هتفرق معاك جدا. طبعا اكرم مفيش خلاف عليه ان هو اللعيب الفدائي، نفس الاداء بتاعه، ان هو اللعيب الفدائي، اللعيب اللي بيستموت على الكوره. في حته بس كده حابب اقولها على اكرم توفيق: اتمنى ان انت حته ان انت تستموت على الكوره دي تهدي عليها شويه عشان ما تتصابش، لان اكرم كان بيستموت على الكوره وكان طول الوقت بيحاول ان هو يستخلص الكوره. هو حته الاستخلاص الكوره دي بتاعته، هو اللي يمتلكها فقط، مفيش حد تاني يمتلكها. طبعا هتكلم عن امام عاشور. مستوى سيء جدا، يعني امام عاشور انا ما شفتش منه حاجه امبارح. امام عاشور كان مستواه زي الزفت. في كوره لو حد خد باله من الكوره دي، كان ساعتها كان مش فاكر مين اللي رجع الكوره لامام عاشور، كانت رجعت له وراح شاط الكوره، شاطها بره في المدرجات، بعيده عن الجون اصلا. ما عملش اي فرصه على الجون خطره. طبعا طاهر محمد طاهر بصراحة أنا طول الوقت كنت شايف إن طاهر محمد طاهر مستواه ما ينفعش مع النادي الأهلي، بس بصراحة ربنا الماتش ده أنا كنت بشيد بيه. طاهر كان بيجري في الملعب جري مش طبيعي. طاهر كان أول نص ساعة في الشوط الأول كان عامل ماتش عالمي. طاهر طبيعي إن هو في حتة إن الجري والاجتهاد والحتة البدنية دي عالية فيه، إن هو بدنيا كويس جدا. بس بيجي في اوقات كده ماتشات الواحد بيشوف منه حاجات مش طبيعيه، بيباصي غلط، بيشوط الشوطه مش طبيعيه، ما تلاقيها مش ما بتعملش اي خطوره على الجون. حته الواحد على واحد طبعا ما كانش زي الاول، ما كناش شايفين طاهر خلال الفتره الاخيره. اخر مره شفت فيها طاهر تقدر تقول من ماتش السوبر بتاع الزمالك اول ما جه كولر، لما قط امام عاشور لما كان في الزمالك وقطمه كده وادى الكوره لكريم فؤاد، وكانت الجون التاني في الزمالك. غير كده ما شفتش طاهر بعدها، كان مستواه وحش جدا. حسين الشحات مستوى وحش جدا برضو، ما كنتش شايف حسين الشحات. وسام برضو نفس الكلام، وسام ما كانش في الفورمة امبارح. لو جينا بصينا للثلاثي ده، كل واحد فيهم عايز يجيب جون وبس، بيشوط الكرة على الجون، مش فارق بقى الكرة دي هتروح فين، بس هو بيشوط وخلاص، مع ان في جنبك فاضي.
في لعيب جنبك فاضي ممكن تخلص بيها الماتش، لو اديت لزميلك الكرة هيخلص بيها الماتش. بس طبعا ده ما حصلش. بس الحمد لله الماتش عدى. الشوط الاول طبعا بسم الله ما شاء الله احنا كنا ممكن نخلص الماتش ده 4-0 في كورتين، كورة جاية في القايم، كورة جاية في العارضة، وكان في كورة لحسين الشحات في الدقيقة 8، الكورة اللي هي عواد مسكها بإيده. في كورة تانية كورة وسام أبو علي لما برضو كان عايز يدخلها من تحت رجله وهو. الشوط التاني ما كناش احسن حاجة، بس الحمد لله عدينا الاكسترا تايم. طبعا عايز اشيد برضو بيوسف ايمن، يوسف ايمن هيجي منه، يوسف ايمن لعيب جامد جدا. بس طبعا حتة الاصابة دي هي بس اللي ما ظبطتش معاه الدنيا شوية، بس انا عايز اشيد بيه ان هو لعيب كويس جدا ويجي منه. هو بس حتة التوتر دي طبيعي جدا بتحصل في اول فتراته، لان طبعا زي ما انتوا عارفين ان يوسف ايمن ما كانش بيلعب مباراه رسميه، كان تلات ارباع الماتشات اللي بيلعبها كان ماتشات وديه، وما كانش كمان كان في ماتشات وديه كتير. عايزين نشوف اشرف داري طبعا، المدافع التاني اللي احنا جايبينه ده عايزين نشوفه، عايزين نشوف حالته في الملعب هيبقى عامل ازاي. طبعا حابب اشيد بمين تاني، يعني بيرسي تاو طبعا ما كانش احسن حاجه برضو، بيرسي تاو كان وحش. في بيرسي تاو خد كوره واخترق بيها واللي هي اتحسبت اوفسايد، جه يحطها في الجون حطها في ايد عواد، هي حسبت اوفسايد بس حتى يا اخي حطها. يلا مش مشكله، الماتش عدى على خير. رضا سليم، حابب اتكلم عن رضا سليم. رضا سليم بجد انا صعبان عليا قعدته اللي في الفريزر دي، يعني انا ما اعرفش كولر لكنه كل ده ليه. رضا سليم، انا اي نعم رضا سليم في حته ميزه ان هو في المساحات بيعرف ان هو يستغل المساحات اللي بتبقى موجوده، وبيقدر ان هو يسجل منها اجوان. بس عنده مشكله، هي مشكله واحده، ان هو لما بيكون في الفرقه اللي قدامك بتلعب بطريقه دفاعيه وفي كثافه عدديه في ناحيه الدفاع، مفيش، ما بتشوفوش. بس بصراحة ربنا الماتش اللي فات ده الراجل كان بيحاول ان هو يعمل حاجة في الماتش، كان بيدافع وكان بيجري وكان بيعمل برضه مجهود زي طاهر. بس طبعا الحمد لله، او اي نعم ضيع ضربة الجزاء، بس الحمد لله انها جت على قد كده. طبعا الزمالك كان مستواه ما كانش سيء برضه. الاهلي كان دايس، كان مدي علقة كورة للزمالك امبارح، الاهلي حرفيا كان مدي للزمالك علقة كورة. بس كان الزمالك كان بيلعب على حتة ان هو كان بيحاول ان هو يضغط، وفي نفس الوقت كان مطرف ناصر مع بنتايج ومطرف برضو معاهم كونراد مشلاك. التلاتة دول كانوا عاملين، يعني الحمد لله ان اكرم كان موجود في الجبهه، يعني اكرم لو كانش موجود في الجبهه دي كانت المشكله تبقى في مشكله، لو كان واقف قدامه هاني او عمر كمال كانت هتبقى مشكله كبيره. او عمر كمال اتسحب مش فاكر في الشوط التاني ولا ايه، كان حتى كولر لاحظ ان اللي بيفكر فيه جوميز مش هيتنفس، فجوميز قال لك خلاص انا اسحب بقى الفرقه دي واوصل الموضوع لاكسترا تايم واسحبه من ناحيه الاكسترا تايم، ما حصلش. فبالتالي رحنا ضربات جزاء، ده اللي كان عايز يوصل له جوميز. حتى بعد الاكسترا تايم قال لك انا يا جماعه مفيش فايده برضو، نفس الكلام، فانا هضطر بقى ان انا ايه، اودي الفرقه ايه ضربات جزاء. ما كانش بيهاجم، كولر كان بيحاول يستغل كل الثغرات. في كوره حتى لوسام لو كنتوا شايفينها مش فاكر اتحسبت اوفسايد، الكوره اللي هي بتاعت قفشه لما قعدوا يلعبوا 1 2 1 2 بعد كده اخترقوه، طبعا وسام كان جاي يحط الكوره في الجون طلعت في الاوت. الحمد لله ان الماتش عدى. بس طبعا حابب اتكلم عن كذا حاجه. الماتش ده الدافع بتاعه زي ما انا قلت لكم هو دافع الماتش اللي هيوصلك لماتش العين، يعني كويس ان انت كسبت الماتش ده، ان انت بتروح الماتش بتاع العين وانت نفسيتك كويسه، تروح ماتش العين ان انت عايز تاكل الفرقه دي، انت رايح وانت واخد بطوله. دي اللي كان يفرق معايا على فكره، ما كانش يفرق معايا ماتش الزمالك، سيبك من ماتش الزمالك، ماتش الزمالك كده كده لو كان الزمالك خسر كان يجي يقول لك انت كده كده بتمدلك 100 ايد، وكده كده انت عندك العوامل اللي تساعدك ان انت تكسب، وكده كده عندك وعندك وعندك. ولو كان كسب كان يجي يقول لك بص ده انا عديت المنظومه ووقفت قدام الاعلام واللي كانوا مش عارف مشوهين صورتنا وعملت وسويت وي وي، والاسطوانه الحمضانه اللي انتوا بتسمعوها من ساعه ما تاسس نادي الزمالك لحد النهارده هي نفس الاسطوانه الحمضانه، ان احنا بنتظلم، ان احنا نادي مظلوم، احنا عايشين في المظلوميات والمناطق الكونيه والكلام اللي بالك منكم الكلام الحمضان ده. طبعا ماتش العين بالنسبه لي هو ده الماتش اللي هيفرق معايا، ماتش يوم التلات اللي جاي تقريبا هو يوم الماتش 29. فحابب اشوف ناس
مسترجله في الملعب. انا عايز اشوف لعيبه مسترجله في الملعب. في حاجه كمان عايز اقول عليها، احنا عندنا نواقص. يعني يا جماعه احنا عندنا نواقص في حاجات كتير. احنا محتاجين جهاز طبي كويس. لو حد خد باله اللعيبه كل شويه عماله تتصاب، كل لعيب كل شويه يمسك رجله، في لعيب تاني مش عارف يحصل له ايه. فين الجهاز الطبي؟ الاداره فين؟ مش شايفه الكلام ده قدام عينيها. احنا محتاجين جهاز طبي محترم. احنا ما عندناش جهاز طبي محترم. محتاجين يعني معد بدني محترم. معد ناس، يعني ناس كتيره جدا. ده في لقاء مش فاكر كان مع مين، كان تقريبا المدير التنفيذي الرياضي لنادي فرانكفورت، لما حد كان سأله، مش فاكر مين من الإعلاميين، إعلام هنا مصري، سأله على عمر مرموش، وقال له عمر مرموش ممكن مستواه ينزل على الفترات اللي جايه. قال له لا، احنا عندنا عوامل كتيره جدا بنشتغل عليها. عندنا عندنا معد بدني كويس، عندنا طبيب نفسي كويس، عندنا الاطباء كويسين لو في اي مشكله. كل الكلام ده بيساعد، وبنرفع معنويات اللعيبه على قد ما نقدر، ودايما بنحفزهم عشان ما يقابلش اي مشكله في الملعب، عشان ينزل الملعب وهو دايس. احنا ما عندناش الكلام ده. احنا عندنا مشاكل. يعني تعالى بص مثلا واحد زي بيرسي تاو، ده مش مستوى بيرسي تاو، في حاجه غلط. حسين الشحات برضو في حاجه غلط. امام عاشور ده اللي احنا اول ما جبناه قلنا الراجل ده هيفرق معانا فرقه كبيره. امام عاشور الكيرف بتاعه ابتدى ينزل. مش ده امام عاشور اللي احنا كنا عارفينه. امام عاشور اللي هو بيشوط، امام عاشور اللي هو مهاري بيبقى خطر طول الوقت على الجون، امام عاشور اللي هو هجوميا مفيش خلاف عليه انه احسن واحد في المركز ده. النهارده انت مش شايفه. امبارح ما كنتش شايفه. امام عاشور كان حرفيا مستواه امبارح زي الزفت، ما كنتش شايفه خالص. بس الحمد لله ان ربنا ستر. وصلنا لضربات جزاء. طبعا بشيد بالشناوي طبعا في ضربات الجزاء. لكن انا بصراحه برضو كنت شايف عواد يعني منع فرص كتيره جدا على النادي الاهلي. لو نفتكر الكره بتاعت وسام والكره بتاعت حسين الشحات، عواد كمان في ضربات الجزاء كان الراجل بيحاول يأدي اكبر من اللي عليه، لكن ما حصلش نصيب. الحمد لله ان الماتش عدى، الحمد لله ان الاهلي كسب. انا بحمد ربنا على ده اللي كان يفرق معايا ان الاهلي يكسب الماتش ده عشان تروح ماتش العين بنفسيه كويسه. ده اللي كان يفرق معايا. حاجه اخيره حابب اتكلم فيها، ان محتاج اشوف لعيبه رجاله في الملعب. وكمان في حاجات كتيرة محتاجين نتكلم فيها في حوار الصفقات. انا مش هسيب حوار الصفقات ده، لان انت شفت منظرك في الملعب كان عامل ازاي ماتش الزمالك وماتش سيراميكا والماتش الزمالك برضو بتاع السوبر الافريقي. انا محتاج اتكلم عن عامل الصفقات ده بالذات، كان فارق جدا في الملعب. انت كل مره يلف يبص ما يلاقيش اي حد. هنزل مين؟ انا ما عنديش حد تقيل انزله. طب انزل مين؟ طب انزل رضا سليم. طب انزل مين طيب؟ حتى كوكا. انا نسيت اتكلم عن كوكا برضو. كوكا لعيب كان كويس كويس امبارح. لعيب حرفيا كان بيجتهد، الكرة كانت تحت رجليه والوراك بيحافظ على الكرة. بصراحة ربنا لعيب كويس جدا جدا وتقيل تقيل تقيل تقيل. هو افضل واحد في المركز ده. بس طبعا لازم اجيب بديل. انا محتاج اقل حاجه جناحين ومهاجم بديل لوسام، ومحتاج طبعا ديفندر مكان ديانج اللي انتوا سربتوه وقلتوا ان احنا هنجيب محمد بن رمضان، وقعدتوا تقولوا محمد بن رمضان جاي، وكل الصفحات وكل السوشيال ميديا كان بيتكلم ان محمد بن رمضان خلاص خلص في الاهلي. وفجاه لقينا محمد بن رمضان لا جه ولا عد بالنادي الاهلي. بس طبعا احنا هنتكلم في الكلام ده مش وقته. الكلام ده طبعا هيبقى في الميركاتو الجاي. الميركاتو الجاي هيبقى فيه كلام تاني خالص. انا مش هنعدي الموسم الجاي الا بصفقات. هتجيبوا صفقات، يعني هتجيبوا صفقات تصرفوا. الفرقه زي الزفت، حالتها زي الزفت حرفيا. انا ما اعرفش عديت ماتش السوبر المصري ده ازاي. وكولر كل ما زي ما قلت لكم كل ما بيرجع بيبص على الدكه ما بيلاقيش حد تقيل ينزله. هنزل مين؟ ده منزل بيرسي تاو وسحب وسام. بيرسي تاو ما بيلعبش مهاجم، بس سحب واضطر ان هو ينزله علشان خاطر وسام ما فيش منه. ولاد مش قادر يرفع رجليه. راجل لعب 120 دقيقه تقريبا او لعب 112 دقيقه، ما اعرفش هو سحبه في الدقيقه كام. فحرام بجد اللي انتوا بتعملوه ده. محتاجين فرقه، محتاجين صفقات. اتصرفوا، احنا محتاجين صفقات فعلا. طبعا ألف مليون مبروك للنادي الأهلي. أشوفكم على خير في الحلقة اللي جاية، حلقة العين الإماراتي. لو في أي فيديو جديد ولا أي حاجة طبعا فعلوا بس زر الجرس واعملوا لايك وسبسكرايب للقناة. طبعا مستني اخواتنا الزملكاويه ينزلوا اي حاجه عشان اعرف ارد عليهم، بس هم لحد دلوقتي مهدين اللعب شويه.
دلوقتي هما بيتكلموا في حتة المقارنة أو الفرق ما بين السوبر الأفريقي والسوبر المصري، إن أنت حتة إن أنت كسبت السوبر الأفريقي وأنت بتقارن بالسوبر المصري. طب ما أنت لما كسبت السوبر الأفريقي كنت بتقارنه بدوري الأبطال، مش أنت قعدت تقول ناصر ماج لحد ما شيكابالا جه هاج عليكم وقلت عليه إن هو هيجيب لكم القضية، قضية ناصر أحسن من قضية قفشة؟ ما أنتوا اللي قارنتوا. انتوا دلوقتي لما باجي انا اتكلم بقى واجي انا اقول لك ما طب ما انا واخد منك سوبر افريقي تيجي واخد منك سوبر مصري تيجي تقول لي لا ما انت هتقارن السوبر المصري بسوبر افريقي؟ طب ما انت قارنته بدوري الابطال. انتوا بصراحه عالم فيلم هلبيه. بس يلا الحمد لله ربنا ستر، الحمد لله ان الماتش عدى. اشوفكم في الحلقه الجايه. السلام عليكم.